بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهديني الكرام، تحية من الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ حديثي بالصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه وسلم حق قدره ومقداره العظيم. وكما قال الشاعر: قد ذهب الوفاء فلا وفاء، وكيف ينال عهد الظالمين إذا الإيمان ضاع، فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرين. ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرين. وفي التوحيد للهمم اتحاد، ولن تبنوا العلا متفرقين. تساندت الكواكب فاستقرت، ولولا الجاذبية ما بقينا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك علام الغيوب. النهاردة يوم غير عادي. النهاردة بتمر 4 سنوات على أول فيديو، أو بقالي 4 سنين وأنا برفع فيديوهات على قناتي الإسلام دين الرحمة والمحبة. وطبعا كنت الأول مسميها سماحة الإسلام، وكلها معاني تنطبق على الإسلام، لأن الإسلام فعلا هو دين الرحمة والمحبة والسماحة وكل خير في هذا الدين. الفيديو الافتتاحي وكان مدته حوالي 15 ثانية، وجاب لنا مشاهدات الحمد لله أكتر من 5000 مشاهدة. بعد ذلك تكلمت في فيديو عن سماحة الإسلام، ثم تلاه فيديو عن علاج الانتحار وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جبريل، الحديث المعروف الذي يعرف الناس أصول دينهم. ثم تكلمت عن 5 آيات من القرآن الكريم بها سر القوة، ثم قصة توبة عمر الخيام، ثم سر لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم فيديو إن الله لا يحب الذواقين والذواقات. رجل جه للنبي يقول له نتزوج وأطلق أجزاء، فقال له لا، إن الله لا يحب الذواقين والذواقات. بعد ذلك فيديو بعنوان لا تنخدعوا بالمظاهر، وفيديو آخر عن دعاء تفريج الكرب، وفيديو آخر بمناسبة ظهور فيروس كورونا في تلك الآونة، طريقة عمل قناع وجه بطريقة بسيطة. ثم الفيديو الذي حقق بعض المشاهدات الكبيرة، وهو هل يؤثر فيروس كورونا على الانتصاب؟ ثم معجزة ذكر المسيح عيسى بن مريم في القرآن الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم فيديو آخر عن فيروس كورونا وطاعون عمواس، وكيف أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب امتنع عن الدخول إلى المدينة عندما علم أن فيها طاعون. ثم فيديو عن كيف نقي أنفسنا من فيروس كورونا بأشياء بسيطة. وفيديو تلا تقسيم الميراث كما أمر الله بأنه هو النصيب المفروض. وبعد كده فيروس كورونا وماذا أوصانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشأن النظافة وتعليم الإسلام. وفيديو آخر عن العلاقة الحميمة بين المرأة والرجل، ما هي المحظورات وما هي الأوقات التي لا يجوز فيها
أن يتعامل الرجل مع المرأة زي أيام الصيام وأيام الدورة الشهرية، ولا يجوز الاتيان في الخلف، لأن هذا مخالف لطبيعة الإنسان والغرض المخصص للعلاقة الزوجية. ودعاء عن تفريج الهم والحزن. وفيديو آخر عن اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ثم فيديو آخر عن دعاء ليلة النصف من شعبان. ثم فيديو آخر عن علاقتنا بالجن وكيف نحاذر منهم، حكاية الطجاجة نورة وفرح الجن وأثر الغناء في ظهور الجن. فيديو آخر عن الصلاة عماد الدين، من تركها فقد ترك الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. فيديو عن فضل شهر رمضان. فيديو عن قلب الكفين عند الدعاء بزوال الكرب والوباء. فيديو آخر عن فيروس كورونا وتجنب الشائعات وعدم جواز الطعن في علماء المسلمين. وفيديو بمناسبة شهر رمضان بحرمة تخويف المسلم وترويعه، وبرامج تخويف المشاهير في شهر رمضان لا يجوز شرعا، حرام. فيديو عن ليلة القبض على اليوتيوبر الشهيرة حنين حسام، كيف تؤثر التربية في جعل الابن أو الابنة تحاول أن تأتي بأموال بطريقة غير مستقيمة، وبعد كده بيحصل مشاكل. فيديو عن شعر مناجاة، شعر أبو فراس الحمداني، قصيدة مناجاة. فيديو آخر عن معلومة علمية كانت سبب في علو شأن من تلقاها، قصة الإمام أبو حنيفة وتلميذه أبو يوسف عندما قال له قبل وفاته: سأعلمك كلمة ستجعل تجلس بين الناس، بين الأمراء والمماليك، وتأكل الحمام وتحلي بالفلوزج. وهذه الكلمة هي أن مني الخفاش مثل مني الرجل. فيديو آخر عن معجزة علمية في الحفاظ على جسم الإنسان في سورة الكهف. فيديو آخر عن قرية بومبي الرومانية الإيطالية ومعجزة المسخ المذكورة في سورة ياسين. وفيديو آخر عن الأطعمة التي حرمها الله على الناس في القرآن: حرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، وشرح هذه الأمور. فيروس كورونا وتأثير الرياضة عليه. قلنا إن الإنسان اللي بيلعب رياضة هيبقى المرض مش هيقدر يتغلب عليه إن شاء الله، ويكون نفسه كويس وجسمه قوي ويقدر يقاوم الأمراض. فيروس كورونا والنظافة الشخصية. قصة نبي الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي عفيف النفس خرج من بيته ليبحث عن الطعام وقت القيلولة. ثم فيديو آخر عن حكم المنتحر في الإسلام. فيديو آخر بعنوان لعبة بابجي حرام شرعا، لأن كان في من إحدى الشروط لكي يعطيك المرحلة التالية يظهر لك صنم ولابد أن تسجد له، طبعا لا تسجد إلا لله. فيديو آخر لماذا يهاجم العلمانيين ابن تيمية، لماذا يهاجم العلمانيون ابن تيمية. وفيديو آخر عن فيروس كورونا وإعادة فتح المساجد بحمد الله. وفيديو آخر الحوار الذي حدث بين الإمام أبو حنيفة الملحد عندما أتاه وقال له: إنني تأخرت لأني لم أجد مركب، فجاءت الألواح وتكونت الواحد تلو الآخر، وجاءت الدسر فدخلت في الألواح فكونت المركب، فجئت بالمركب، فقال له: أليس للمركب صانع؟ قال له: عجبا لك، تعترف أن للمركب صانع وأنه ليس للإنسان وليس للكون صانع. فيديو آخر بعنوان كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليس اجتهاد وإنما وحي منزل.
فيديو آخر عبارة عن عذاب القبر، يتكلم عن عذاب القبر بين الحقيقة والخيال وأدلته من الكتاب والسنة. فيديو آخر هل يجوز الاستغفار والترحم على الملحد. فيديو آخر أيضا التالي شروط الأضحية في الإسلام. فيديو هل تجوز الأضحية من شخص مسلم لا يصلي. رأيين، الرأي الأرجح أنها لا تجوز. فيديو آخر عن فيلم لصوص ولكن ظرفاء، قصة فيلم تتكرر بعد حوالي 50 عام. الفيديو الذي يلي ذلك صاحب المقام واحد بس، صلوا عليه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا يجوز التبرك بالأضرحة والمقامات لأن هذا مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. فيديو آخر عن أضرار تربية الكلاب في البيت وحرمتها. تربية الربي برا البيت إما للحراسة أو للصيد، غير كده لا. فيديو آخر ظهور النساء الكاسيات العاريات، وأقول في عنوانه اقتربت الساعة ودليل ما سترونه في الفيديو. فيديو عن نصاب الزكاة في المال والذهب، زكاة المال لابد أن يعد عليها سنة، والذهب كذلك. المرأة البحرينية التي حطمت تمثال بوذا، وتحية لها، تحية لهذه المرأة التي تغير على دينها. فضل كل من سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا علي بن أبي طالب عند النبي صلى الله عليه وسلم. الفيديو الذي بعد ذلك بيت العنكبوت هو أوهن البيوت كعلاقة وليس كمكان. وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب بمنع قتل المدنيين وقتل الأطفال والشيوخ والرضع، وترك الذين يصلون في الأماكن العبادة مثل الصوامع والكنائس، لأن قتلهم لا يجوز شرعا. تفرغوا لعبادة الله. الإسلام دين المدنية والحضارة، وهذا ما يثبته الواقع الحال هذه الأيام. فيديو عن كيف أن الإنسان يرى عند موته وقبل موته بدليل آية فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وصفة سريعة لمحو الذنوب والخطايا، الاستغفار وطلب العفو من الله. وقلنا الفرق في هذا الفيديو عن فرق بين الاستغفار وطلب العفو. أسباب غرق السفينة تايتانيك. الفيديو الذي بعد ذلك رجل كتب على سفينته حتى الله لا يستطيع أن يغرق هذه السفينة. Even God can't sink this ship. فيغرقها ماء، ولكن ماء مجمد، جبل جليدي بيخبط في غرفة المحركات، فبيعمل فتحة عرضها حوالي 4 متر، بتتدفق المياه لغرفة المحركات، بتغرق في خلال 1.5 ساعة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعد ذلك فيديو عن قصيدة أتعرف من معنى الكلمة للكاتب رحمه الله عبد الرحمن الشرقاوي. الفيديو الذي بعد ذلك لماذا ذكر سيدنا عثمان في القرآن ضمنا؟ لأنه اشترى بئرا من اليهودي واشتراه بحيلة ذكية. فيديو عن الصحابيان اللذان سمح لهما رسول الله بلبس الحرير لأن كان عندهم حساسية. السترة في المكان الذي تصلي فيه، حتى مكان السجود، هي دي السترة اللي هي مفروض محدش يمر أمامك وانت بتصلي حتى ولو تقاتلت معه. الفيديو الذي بعد ذلك بيتكلم عن الشباب يلبسوا البنطلون المقطع. البنطلون المقطع لا حرام شرعا، لأن عورة الرجل من السرة حتى الركبة ما تبينهمش، حرام لا يجوز. ده بالنسبة للشباب. ما بالك بالبنات بقى؟ يعني البنات مفروض يحافظوا أكتر من الصبيان، لأن البنت لا يجب أن يرى منها إلا الوجه والكفين. الفيديو الذي بعد ذلك عندما هاجم الغربيين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصور المسيئة له صلى الله عليه وسلم، قلت في هذا الفيديو سلاحنا المقاطعة والدعاء، وقد أتت المقاطعة ثمارها حيث خسرت هذه الشركات الغربية الكثير من الأموال.
بعد ذلك تكلمت عن ثقافة الاختلاف في الرأي في الإسلام، وفيديو آخر فعل يقوم به كثير من الشباب هذه الأيام يعد من الكبائر. تلاقي الشاب ماشي يشتم صديقه يا ابن كذا ويا ابن كذا، يشتمه بأبوه وأمه، رغم أن هذا يعد من الكبائر. فضل يوم الجمعة عند الله، يجي يقول لك إيه البلاك فرايداي، مفيش حاجة اسمها بلاك فرايداي، عملتوه أسود ليه؟ هو أصلا أفضل أيام الله، فيه خلق آدم وفيه دخل الجنة وفيه خرج من الجنة، وأفضل أيامه عند الله، وفيه تقوم القيامة. فيديو الذي بعد ذلك كيف أسلم عمير بن وهب الجمحي. بعد ذلك بيتكلم عن الكورة. الفيديو الذي بعد ذلك الأهلي والزمالك والتنمر والتحفيل والسخرية. الفيديو الذي بعد ذلك اجعل لله باب مفتوح حتى تتمكن من التوبة. وبعد كده تكلمت عن أسرار الجني العاشق، أسبابه ومظاهره وعلاجه. بعد ذلك تكلمت عن فيديو عن أشياء وسلوكيات في الأفراح مخالفة لشرع الله تعالى. بعد ذلك الفرق بين اسم الله الرشيد والصبور وما هو اسم الله الأعظم. بعد الفيديو بعد ذلك شيء محرم يفعله بعض الأزواج والزوجات فاحذروا أيها السادة. فيديو بعد ذلك المس والسحر والحسد، الفرق بينهم، هل يخفف الله العذاب عن أبي لهب كما قال أحد الشيوخ. بعد كده فيديو عن هل يعلم الجن الغيب، قصة وفاة الفنان عمر خورشيد الغريبة. بعد ذلك دعاء لتفريج الهم والكرب ولزيادة الرزق. بعد ذلك فيديو لأحد الشيوخ قال أنه قرأ 25,000 مجلد في عمره، وقال أن الطلاق الشفوي لا يقع، الطلاق الشفوي يقع زي المكتوب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. 4 أشياء لو حافظنا عليها لشعرنا بالسعادة في الدنيا. حكم الأموال المتحصلة من الرياضة، طبعا هي غلول. الفيديو اللي بعد ذلك الرزاق على الله فلا تحزن، من كان رزقه على الله فلا يحزن، يرزق الطير في وكناتها، ويرزق كل المخلوقات، فلا تحزن ولا تقلق من هذا الرزق. الفيديو الذي بعد ذلك علاج كسر القلوب وقصف الجبهات. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول فسبح بحمد ربك وكن من الشاكرين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. معجزة خلق المني في جسم الإنسان. الفيديو اللي بعد ذلك 8 أنواع من النساء اجتنبوهن لأنهن مع الملعونات ومن أهل النار. أمثال شعبية مخالفة للشرع. البشعة عادة جاهلية وليست وسيلة إثبات. زواج التجربة حرام. يوم القيامة كيف عرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا حبيبي يا رسول الله. 3 أحوال يجوز فيها الكذب معروفين طبعا. لما تكذب على زوجتك تقول لها أنت أجمل حاجة عندي في الدنيا وهي ولا أجمل حاجة ولا حاجة. وتاني حاجة لما تكذب على العدو وأنت مقصور وتقول لهم معلومات غلط عن جيشك في هذه الحالة. والكذب الحاجة الثالثة عندما تكذب للإصلاح بين الناس، لما تروح تصلح بين 2 وبعدين تقول ده بيقول عليك ان انت حبيبه وبتحبه 100 في الحالة ديت ايه يجوز برضو لانك بتصلح بين الناس. شروط الزوج الصالح، ثم فيديو عن شروط الزوجة الصالحة، وفيديو عن حديث النبي من هو الجعزري الجواز الذي يتكلم بصوت صاخب. بعد كده فيديو عن ذكرى الإسراء والمعراج، وفيديو عن معنى خضراء الدمن المرأة الجميلة في المنبت السوء. فيديو عن نوال السعداوي وأبو نواس والفرق بينهما في الخاتمة، اللهم احسن خاتمتنا يا رب. حكم سرقة الواي فاي. بعد كده بتكلم عن الصدقات في شهر رمضان واحذر أن تكون مفلس في شهر رمضان. بعد كده فيديو صاحبة التمرة وتعدد الأزواج وتعدد الزوجات. معنى خائنة الأعين. نصاب زكاة الفطر. عدة المطلقة وعدة الأرملة. حق الأرملة في معاش زوجها السابق المتوفي حتى ولو تزوجت بآخر بعده،
الفيديو ده وصل حتى الآن مشاهداته إلى 13,000 مشاهدة. الفيديو بعد ذلك: هل الحيوان مكلف؟ قصة زنا القرود. بعد كده: فضل 10 أيام الأوائل من ذي الحجة. بعد كده: قتل الأزواج أسبابه وعلاجه. الفيديو الذي بعد ذلك: مدار الرقص في حفلات الزواج. بعد كده: حق الطريق في الإسلام. ثم حق الطريق حق الجار في الإسلام. بعد كده فيديو عن 3 طرق في الصلاة تجعلها باطلة. ثم قصة الدكتور عبد الله شحاتة مع الممرضة مساعدة السحرة، فكيف انتقم الله منها، وهو يعد أكبر فيديو في المشاهدات حيث وصل إلى 19,000 مشاهدة. الفيديو اللي بعد ذلك: فوائد سورة البقرة. الأم العزباء أكذوبة الغرب عن الحرية. الفيديو اللي بعد كده: طعام الأنبياء. الفيديو اللي بعد كده: هل سنمارس الجنس في الجنة؟ الفيديو الذي بعد ذلك: طائر الأكواك الكاذب. السمكة المعجزة الكهربائية، سمكة صاعقة فيها كمية كهرباء ممكن تقوم مصنع، اللي يلمسها الكهرب يموت. بعد كده: طائر الكسواري اللي لو شفته لازم تهرب منه على طول، الكسواري أو الشبنم. بعد كده فيديو عن غرير العسل أو شيطان الغابة. بعد كده نتكلم عن طائر خطير جدا يسمى نقار الخشب، أمريكا عملته كرتون، لكن طبعا الكلام ده ما يمشيش عندنا، خلق الله لا يجب الاستهزاء به. بعد كده: حكايتي أنا مع طالب الأزهر صديق أميرة الجن. وبعدين: تنين الكومودو المقاتل العنيد. بعد كده: حكاية قصيدة كلب الست للشاعر أحمد فؤاد نجم، طبعا اتحبس بسبب. الفيديو اللي بعدين: سمكة البيران المتوحشة. القط البري صياد رائع وقاتل محترف. فيديو: احذروا اعلانات الصحراء بالفضائيات، يقول لك انا معالج روحاني وبرد المطلقة وارد الغائب وبزود الرزق. الحاجات دي خزعبلات كلها ولا تجوز شرعا. حجر الضب واتباع غير المسلمين. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه: اتبع المسلمين غير المسلمين حتى ولو دخلوا جحر ضب، مكان في منتهى القذاره، له مدخل واحد مخرج واحد، ياكل فيه ويرمي الاكل فيه ويتبرز جواه، لا نتبعه. الاسراء والمعراج وفرضيه الصلاه. حقائق مرعبه عن الضباع. الذئب حيوان عزيز النفس من فصيله الملوك. فضائل شهر شعبان. المسيح الدجال والمهدي المنتظر. الفرق بين الفرس العربي الأصيل وأفراس الجر والنقل. امرأة خانت زوجها عند شرع من قبلنا من بني إسرائيل ووقعت الجبل، حلفت أمامه زور، الجبل اندك وإن كان مكروم لا تزول منه الجبال. العصفور البائس المحرم أكله دوليا. معجزة خلق البعوضة. معنى الخناس. في الفيديو: نهاية ساحر. فيديو: أفضل النساء. فيديو: هل تذهب القطط إلى الحج مثل المسلمين. فيديو يتكلم عن لعنة الفراعنة الجزء الأول، ولعنة الفراعنة الجزء الثاني. أبشع جريمة قتل في الخليج، 1000 مشاهدة. لماذا يكون المحراب على شكل نصف دائرة. أوقات استجابة الدعاء. إمام المسجد والقطة. رأينا في الوقت اللي كان الناس بتهاجم الإسلام إمام مسجد جزائري اسمه الشيخ وليد، مش فاكر اسمه. القطة وقفت على كتفه ويقرأ القرآن، سبحان الله. الفيديو بعد كده: آيتين من القرآن لعلاج الأرق وقلة النوم، آخر آيتين في سورة الكهف إن شاء الله. فيديو بعد ذلك: ملك قديم تحدى الله وادعى الألوهية، اللي هو النمرود ابن كنعان. بعد كده: الملكان المعذبان في الدنيا بدلا من الآخرة، وهما ملكي هاروت وماروت. بعد كده: قصة النبي الملك والملكة الجميلة ذات الذكاء والدهاء. بعد كده: فيديو عن كيف تربح من الذكاء الاصطناعي وقصة مولد أبو حصيرة. بعد كده: قصة مؤمن آل فرعون أو خمعواس.
الذي كان يدعو بني إسرائيل إلى اتباع النبي موسى عليه السلام. قصة نبي رسول أماته الله 100 عام ثم بعثه. حديث النبي عن أجر الحجام. قصة صحابي الذي آمن بالنبي قبل أن سيدنا محمد قبل أن يبعث. بعد كده دعاء المنكسرين لله. قصة التي تلي ذلك بقرة بني إسرائيل لماذا ضرب يدها الميت. الفيديو الذي بعد ذلك ماذا لو أدرك عنتر ابن شداد إسلام ودخل فيه وحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم. الفيديو الأخير السفر عبر الزمن في القرآن الكريم. النهاردة بقى إن شاء الله هنستكمل حديثنا عن موضوع الفيديو الأساسي اللي أنا كنت عايز أتكلم فيه، وهو نبي من أنبياء الله ليس له قوم. ليه ليس له قوم؟ معروف إن ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن أن لكل نبي قوم. فقال في سورة هود عن سيدنا نوح عليه السلام: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. سورة هود الآية 27. وقال أيضا: وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. سورة هود آية 50. وقال أيضا: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. الآية 61 نفس السورة. وعن لوط قال: وجاء قومه يورعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. آية 78. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. آية 74. والمعروف لغة واصطلاحا أن قوم الرجل هم أهله وعشيرته، وأن لكل نبي كان يدعو قومه. كل نبي كان يدعو قومه الذي نشأ وترعرع بينهم، ويصطفي الله من كل قوم أخيرهم وأفضلهم وأنقاهم سريرة لكي يحمل رسالة الله إليهم وأمره بعبادته من دون الآلهة التي ابتدعوها وترك الكبائر والموبقات كأكل أموال الناس بالباطل والغش في الميزان وقطع الطريق والشذوذ الجنسي، كما طلب النبي لوط ذلك من قومه بالامتناع عن إتيان الذكور من دون النساء وعدم قطع الطريق وعدم إتيان المنكرات في ناديهم، حتى أنه عندما أتاه الملكين علموا بمجيئهم وطلبوا منه أن يتركوهما لهم فيرد عليهم أن يتزوجوا بناتي هن أطهر لكم ومتفق مع الفطرة السليمة، ولكنهم صمموا على ما أرادوا وتمادوا في غيهم، فقال له الملكين أن يأخذ بناته معه ويخرج من القرية ولا ينظروا خلفهم حتى لا يصيبهم العذاب، فجعل الله عاليها سافلها وهي قرية سدوم بين قوسين الأردن حاليا. ويقال أن هذه المدينة الآن موجودة أسفل البحر الميت، وأن أجسامهم متحجرة تحت الماء، وأن زوجة لوط وتدعى واعلة ماتت وأهلكت معهم بالعذاب لأنها دلت وأخبرت قومها عن وجود الضيفين اللي هم الملكين حتى يأتوا وينالوا منهم، ولم تكن تعلم أنهما ملكان موكلان بالعذاب من عند الله، مع أنها لم ترتكب المعصية وهي الشواذ
الجنسي، وسمي البعض ذلك الأمر باللواط، وذلك قول خاطئ، ولكن يجب أن يسمى بفعل قوم لوط أو الشذوذ الجنسي. وإنما أخبرت ودلت على مكان الملكين أنهما في البيت عند النبي لوط، وكان لوط ابن أخي النبي إبراهيم، وقال الله عن سيدنا إبراهيم: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. سورة العنكبوت الآية 28. لقد تمادى قوم لوط في غيهم وعنادهم حتى أنهم قالوا عن لوط: اخرجوا قوم لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، أي يدعون الطهارة والفضيلة والنظافة، ومن فجرهم يطلبوا من الشرفاء اللي هم لوط وأولاده وبناته الخروج من قريتهم. وكانت القرية كلها تسير على مبدأ الضلال والكفر والشذوذ، فدمرها الله سبحانه وتعالى وذكرها في القرآن الكريم حتى يتعظ الناس ولا يرتكبوا مثل هذه الأفعال. وكذلك في هذه الأيام لا يجب أن نصمت ونغض الطرف عن ما يفعله هؤلاء الشواذ وكل المثليين. ما فيش حاجة اسمها مثليين. هذا الفعل أهلك الله بسببه قرية كاملة. وهقول حاجة كمان: وكذلك ذكر الله في سورة ياسين عن عقوبة المسخ فقال: ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. سورة ياسين الآية 28. حدثت عقوبة المسخ في قرية بومبي الإيطالية أسفل جبل فيزوف عام 779 ميلادية. في الوقت ده كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد سنة 751 ميلادية اللي هو عام الفيل. لو حسبناها هنلاقي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره في الوقت ده صلى الله عليه وسلم 28 سنة، يعني لم يوحى إليه. إذن ربنا بيجيب لنا أدلة على أن كل هذه الأحداث يعلمها الله ويخبرنا بها في القرآن. عندما أمر الله الجبل أن يخرج منه بركان ويلقي حممه على تلك القرية التي ترتكب الخبائث والزنا والشذوذ جهارا ظهارا ليلا ونهارا حتى مع الحيوانات، وكانت النتيجة أن تحولوا إلى مسوخ عندما وقعت عليهم الحمم البركانية. ومن لم يمت بالحمم مات مختنقا. أما سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام لم يكن له قوم، إذ كان دائما ينادي على من حوله المقيم معه بعبارة يا بني إسرائيل. ولا يوجد أي مرة من المرات يذكر في القرآن بعبارة يا قوم، لأنه كما سبق أن أوضحت أن قوم الرجل هم عائلته. إن مثل عيسى كما قال الله سبحانه وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. سورة آل عمران الآية 59 والآية 60. وهذا إعجاز من عند الله ودليل على أنه ليس من بني إسرائيل، وأنه روح من عند الله ألقاها إلى مريم وكلمته، وأن الله على كل شيء قدير. خلق آدم بدون أم ولا أب، وخلق حواء من ضلع آدم، وخلق كل الناس من أب وأم، وخلق عيسى من أم بلا أب لتكتمل صور الخلق الأربعة وتثبت أن الله هو الخلاق العظيم وأنه على كل شيء قدير لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل واحد هيروح يوم القيامة يقابل ربنا ويسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ربنا ما حدش يسأله، لكن الإنسان هو اللي هيتسأل على كل حاجة. لا تسألن عن الفتيل والقطمير.
صدق الله العظيم، سورة مريم الآية من 88 ل 59. وفي آخر حديثي ندعو الله سبحانه وتعالى فنقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.